عسلامة ومرحبا بكم في قناة الماكلة البنينة مع أمينة. اليوم باش نودكم بكعابر تمر بالفيكة والشوكولاتة، وصفة سهلة وبنينة يحبوها الصغار قبل الكبار، وتنفع للضيافة وتعمر لك طبق الحلو بكل فخامة. وتوا باش نتعادل مرحلة التحضير. نستحقوا عجينة التمر، ولكم الاختيار في الكمية. فاكهة، اختاروا النوع والكمية اللي تحبوها. زوز مغارف زبدة ذايبة، شوكولاتة كحلة أو شوكولاتة بيضة حسب الذوق، فستق قسيته بالطريقة هذه للزينة، وشوش ورد كان متوفر عندكم. أول مرحلة نحلوا العجينة بالطريقة هذه، ونضيفوا عليها شوية زبدة باش تولي طرية. نضيفوا عليها الفاكهة ونلموا العجينة مليح حتى تتخلط المكونات الكل وتولي متجانسة. وكان العجينة مازالت شايحة نضيفوا عليها شوية زبدة حسب الحاجة. وفي المرحلة الثانية باش نشكلوها دائريا بالطريقة هذه أو الشكل اللي تحبوه. نغطسوها في الشوكولاتة ومن بعد نزينوها بالفستق وشوش الورد. ونحطوها في الفريجيدير تبرد لمدة 15 دقيقة. هذه هي غرفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكون واضحة. ما تنسيوش تشتركوا في القناة، وأنا نوعدكم بوصفة سهلة وبنينة في قناة الماكلة البنينة مع أمينة.